يقولون الحوثي يتعلق بطهران، ويقولون الإصلاحي يتعلق بالسعودية، ويقولون الانتقالي والمؤتمري يتعلق بالإمارات. إن كان هذا حق، أنا دوري الآن ليس أن أبرئ فلان مما يقال، ولا أن أتهم حتى الحوثي في هذه الخطبة. أريد أن يكون الكلام عاما في الناس جميعا. إن كان هذا حق، فيجب على الناس أن يعلموا أن التعامل الداخلي مع الخارج لا يجوز إلا بشرطين في نظر الشرع والعرف والعقل. لا يجوز أن يتعامل أحد من الداخل مع أناس من الخارج إلا بشرطين شرعا وعرفا وعقلا. أما الشرط الأول أن يكون التعامل مع الخارج هو تعامل دولة لدولة. فإذا كان تعامل أفراد بداخل الدولة مهما على منصبه يأتي ويتعامل مع الخارج مباشرة، فهذه جناية وهذه خيانة لا يمكن أن تغتفر في حق الشعوب. لا بد أن يكون التعامل تعامل دولة مع دولة، وأن يكون التعامل أيضا قائم على المصالح المتبادلة، ليس تعامل التابع بالمتبوع، ولا تعامل الخاضع ولا تعامل المقود بالقائد، ولا تعامل الخاضع الخانع الراكع. هذا كله مذموم في نظر الشرع. وإليكم من الأدلة الكثير. انظروا أيها الأحباب الكرام، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع سلاحه في صلاة الظهر، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أوضعت سلاحك؟ وهو معتجر جبريل عليه السلام بعمامة من لؤلؤ قد شد بها وسطه ومعه سلاحه. جبريل الأمين يقول لمحمد: يا محمد، أوضعت سلاحك؟ قال: نعم. قال: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإن الله يأمرك أن تتوجه إلى بني قريظة. وكان وقت صلاة الظهر، وكان وقت صلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ودفع اللواء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: اقدمني في الناس. فتقدم علي وسمع قالة عند بني قريظة.